في طالب واحنا بندي الحصة قال لي مستر، انا بحس قبل الامتحان ان انا ما عملتش كل اللي عليا. ففي هنا حتة انا حبيت اقولها لكم، يعني يمكن من تجربتي الشخصية ان انا تعبت كتير في حياتي من الموضوع ده، سواء على مدار سنين التحضير بتاعة الاكزامز بتاعة الامريكان او حتى على مدار 6 سنين كلية طب يعني. فكنت حابب ان انا اقول لك بص يا حبيبي، خلي دايما في بالك كلمة مهمة قوي: انت مش بتعمل اللي عليك، انت بتعمل اللي تقدر عليه. انت بتعمل اللي تقدر عليه، ودي حاجة مهمة جدا. حاجة تبان مفيش فرق كبير بينهم، بس تعال اشرح لك. لما حد يقول لي انا بعمل اللي عليا، يعني ان انا مثلا فور اكزامبل انا عارف ان انا لو حليت 80 امتحان فانا هجيب السكور، تمام. لانه طبيعي محدش هيحل 80 امتحان ويصححهم وما يجيبش سكور كويس. طيب فلو انا ما قدرتي وقدرتي كلها ان انا احل 30 امتحان بس، ان انا احل 10 امتحانات بس، ولو طبعا 10 ده قليل قوي صباح الفل. بس المهم يعني، لو انا قدرتي ما جابتش حاجة كبيرة، او ده كل اللي اقدر عليه، عملت كل المجهود اللي اقدر عليه وده اخري، تمام، وده اخري، يبقى خلاص ده اللي اقدر عليه. ربنا ما خلناش كلنا زي بعض يا شباب، تمام. سبحان الله، انا من تجربتي انا كنت متعود طول حياتي ان انا شاطر، الحمد لله. طالع الاول على المدرسة، الحمد لله دخلت كلية طب. وانا فاكر قبل ما اخش الكلية كنت قاعد مع بابايا، هو ربنا يحفظه جراح عيون يعني، دكتور عيون. فكنت بيقول لي انت هتعمل كويس بقى في الجامعة ان شاء الله كده. قلت انا بصيت له بمنتهى يعني الكبر اللي في الدنيا. تخيل موقف من 12 سنة ومش ناسيه، يلا الحمد لله. المهم، يعني من 10 ل 12 سنة كده، بصيت له بمنتهى الغرور اللي في الدنيا، قلت له يا بابا اصلا انا هطلع الاول على طب، ما انا متعود ان دي حياتي، انا حياتي ان انا بطلع الاول. لحد بقى ما دخلت الجامعة وعينك ما تشوف الا النور. عرفت يعني ايه فعلا ان كل واحد ليه قدرة. انا واحد بيذاكر كويس جدا، لكن كان عندنا في الجامعة كميات مرعبة وانا مذاكرتي بطيئة. انا حياتي كلها بمسك الكتاب، لازم اقعد underlining واعمل circling وهايلايتنج واقعد اذاكر ان ديتيلز جدا، تمام. وايل سبحان الله كنت ابص جنبي الاقي واحد صاحبي هو شاطر برضه، ما هو دخل طب، كل مذاكرته انه بيعمل ايه، ما شاء الله قوه الا بالله، يقعد يسمع الدكتور وهو بيتكلم، وبعد ما يسمع يكرر الكلام كده لحد تاني عشان يعني يتاكد ان هو حفظه وخلاص. خلاص. هو انت بتعمل ايه؟ كنا نبقى قبل الامتحان ما شاء الله قوه الا بالله في 12 يوم مثلا تحضير، والواد ده ربنا يحفظه ويكرمه يعني، كان يذاكر ال 24 ساعة حرفيا اللي قبل الامتحان. يمسك يوم كده يطبق، يقعد يفر المنهج كده كله وهو اوريدي فاكر الكلام، لان هو سبحان الله ابيليتي بتاعته غريبة في انه يحفظ الانفورميشن اللي سمعه مرة قبل كده. فهل هو حلو وانا وحش، ولا هي سبحان الله قدرات ربنا اداها كل واحد؟ فاهمين الفكرة؟ وخلي ظنك دايما بربنا كويس، خلي ظنك بربنا انه ربنا عز وجل يعني ربنا مدي واحد قدرات في كل حاجة. فالامتحان ده مش اخرة الدنيا على فكرة، تمام. انت بس كل اللي عليك كان كلمة مهمة قوي: اعمل اللي تقدر عليه كله، عشان يوم ما تقف قدام ربنا عز وجل يوم القيامة تقول يا رب انا عملت اللي اقدر عليه. فاهمين الفكرة؟ وده المهم، اللي اقدر عليه جيب اخرك. بس لو انت جبت اخرك وما كانش كفاية، فاقف فخور، انت عملت اللي تقدر عليه ورزقك هيجيلك. يعني نبقى نحكي بعدين مواقف وقصص، هتشوف مواقف غريبة غريبة فعلا، وقصص هنحكيها ان شاء الله بعدين غريبة، فقد ايه الرزق هيجيلك ان شاء الله كنت فين. ربنا يوفقكم يا شباب، اشوفكم على كل خير باذن الله. سلام عليكم.